السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. معانا النهاردة حل فوازير فودافون الخاصة بالصيف، النهاردة 6 أغسطس. ندخل كده على اتحدى شلتك واكسب مع الفوازير. طبعا احنا بنلعب لوحدنا زي كل يوم، وبنلعب هنا اللي هي ايه، خمن الممثل، عشان فيها 10 جنيه كاش باك. عندنا هنا الجوائز اللي احنا هنقولها هنا: 20 جنيه كاش باك، 3 جيجا تلفزيون سامسونج، سماعه جي بي ال. الصفحه دي لما نعمل 20 قطعه وحظنا كويس بنكسب الهدايا دي. طبعا فودافون ربنا يصلح حالها يعني بتدي 500 ميجا الجايزه الكبيره. تعالى كده نبدا نلعب ونشوف. عندنا 5 اسئله في الحساب ده، ونلعب في الحسابات التانية. عندليب الدقي، تيتا رهيبه، مرعي البريمو من اشهر اعمالي، ده محمد هنيدي. انا عبد القادر الجن في فيلم كيرة والجن، وكان معايا كريم عبد العزيز في الفيلم ده، احمد عز. فيلم الجميل على فكرة. كنت زعيم عصابة كبير في فيلم ابو نسب وخرجت من السجن، ده اللي هو ماجد الكدواني. انا ممثل كوميدي ودي اعمال قدمتها في بداياتي، زكي شان جعلتني مجرما، ده احمد حلمي. مش مشهور بالادوار الكوميدي، ودي افلامي فاصل من اللحظات اللذيذة، حامل اللقب، ده هشام ماجد. كسبنا 200 ميجا زي ما قلت لكم وخمس قطع. وكده لو احنا دخلنا كده شوف الصورة. طبعا الناس اللي معاها فليكسات تقدر تشتري باقة فليكسات خمس اسئلة ب40 فليكس، او 5 باقات هتبقى 25 سؤال ب150 فليكس. بس طبعا انا كل سنة كنت بشتري وما بكسبش حاجة من فودافون، فبستخدم ال10 محاولات المجانية. هندخل على حساب تاني كده ونرجع لكم تاني. وده الحساب التاني. ندخل كده برضو على اتحدى شلتك واكسب مع الفوازير، ونختار لوحدنا. وبرضو احنا هنا بنلعب في خمن الممثل زي ما قلت لكم، عشان في 20 جنيه كاش باك، فنتمنى ان احنا نكسبها على المحفظة، لان الخط ده عليه محفظة. كنت واحد من العصابة مع اخواتي في فيلم ولاد رزق، وكان اسمي ربيع، ده عمرو يوسف. عملت فيلم بيت الروبي ونور اللبناني كانت مراتي، ده كريم عبد العزيز. انا مغني قدمت شخصيات تاج وهارون، ده تامر حسني. فنانة ومطربة مشهورة والدها من اساطير الكوميديا، دي دينا سمير غانم. كان اسمي شلتة في اول فيلم كوميدي، ده كان شيكو اللي هو ابن الحاج احمد. تمام كده كسبت 300 ميجا وخمس قطع. ندخل كده نلعب كمان الايه، الخمس اسئله. يا ريت نحل الخمس اسئله صح ونكسب الجائزه الكبيره، وتكون 20 جنيه كاش باك، يبقى كده حاجه كويسه جديده من فودافون يعني. اشهر شخصيه قدمتها كان اسمها الليمبي، ده احمد سعد، محمد سعد، معلش انا اسف. انا فنانه شابه ووالدي ملحن من اشهر ملحنين مصر، دي هنادي مهنا. طلعت مع احمد حلمي في زكي شان، وكان البودي جارد بتاعي، دي ياسمين عبد العزيز. عملت شخصيتين في فيلم كوميدي بتتكلم عن الدجل والشعوذة، منهم شخصية ست، ده محمد هنيدي، فيلم انا يا خالتي. صدمة وفاة ابويا سببت لي مرض نفسي، فيلم من افلامي وعانيت عشان اتعالج منها، ده احمد حلمي. مبروك، طبعا كسبنا 5 قطع، بس في واحدة مكررة عايزين نشحن، طبعا مش هنشحن. نرجع تاني كده. تمام، هغير الحساب ونرجع لكم تاني. وده حساب جديد وفيه 10 اسئلة. ندخل كده على الفوازير ونشوف احنا كده كنا بنلعب في انهي صفحة. خمن الممثل، لا احنا كنا خمن الفيلم. حلو خمن الفيلم، ماشي. 19 لسه قطعة ونكسب، لا اما التلفزيون لا اما التليفون، يا رب نكسب ويبقى حاجة كويسة جدا كده في الفيديو. احمد غزي كان لاعب كورة في فيلم الحريفة، طبعا الحريفة 1 وفي الحريفة 2. نفتح كده ونشوف. ده فيلم بيت الروبي. هنيدي قدم شخصية مطرب في فيلم عندليب الدقي، من أحسن الأفلام اللي اتفرجت عليها بصراحة. من فيلم بطولة منة شلبي عن طفل بيدخل مسابقة أذكى طفل في العالم، ده من أجل زيكو. فيلم عن قصة حب جمعت بين شخص كفيف وواحد مريضة سرطان، من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، قصة حب، الأفلام الجميلة برضه. كسبنا 5 قطع برضه مكررين. ندخل تاني كده، يا رب نكسب. نستنى 5 أسئلة كمان. فودافون مش عايزة تكسب حد، ولو كسبت بتكسب اللي هي ال500 ميجا.
لو ذاكرتك قوية كلنا اسم فيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري، ده كيرة والجن. فيلم عن شاب غني اضطر يروح مدرسة شعبية، ده الحريفة واحد. فيلم كوميدي من بطولة محمد ممدوح وأمنية خليل عن مغامرات أو مفارقات كوميدية بتحصل في تجمع عائلي، وش في وش. على فكرة الفيلم مفيهوش أي مغامرات ولا أي حاجة، فيه فيلم غلس يعني بصراحة. فيلم من بطولة تامر حسني عن توأم بيمتلكوا قدرات خارقة، ده تاج. محمد هنيدي قدم شخصية مرعي تاجر البطيخ في فيلم مرعي البريمو. طبعا ما كسبناش، عايزين نشحن برضو، وطبعا مش هنشحن، نغير الخط كده ونرجع لكم تاني. وده الخط بتاعنا الجديد، وندخل كده نتحدى في فوازير رمضان، فوازير فودافون. عرض الصيف نزل بس لسه كده بشوف هيبقى نظامه ايه، يا رب ينزلوا قسايم. ماشي، بنعمل هنا في خمن الممثل، نبدأ نلعب. انا بطل فيلم كوميدي اسمه وش في وش، ده محمد ممدوح. انا فنانة شابة واتجوزت منتج وبابا فنان كبير، دي ليلى زاهر. شاركت كضيف شرف في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وكان اسم شخصيتي سلطان الغول، ده كريم عبد العزيز. انا ممثلة كوميدية متجوزة ممثل، ودي مجموعة من افلامي: تيتا رهيبة، عسل اسود، بلبل حيران، دي اللي هي ايمي سمير غانم. فنانة شاركت في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، دي هنا الزاهد. كسبنا يا جماعة قطعة الحظ، تعال كده نشوف كسبنا ايه من فودافون. نعمل كده ريفرش، زي ما قلت لكم برضو 500 ميجا. فودافون مثبتة الهدية على 500 ميجا، فالناس ما تشحنش باقات فليكس وتبدل. الناس بقى اللي عايزة تعمل كده ماشي، بس انا مش هشحن باقة فليكس وابدل فليكسات عشان اكسب الهدية الكبيرة، لان طبعا فودافون ما بتجيبش هدايا اكتر من كده. فنان كوميدي قدم لنا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، ده هشام ماجد. كنت بطلة فيلم وش في وش، دي تاني هنقول هنا ايه، أمنية خليل. قدمت شخصية أحمد كيرة في فيلم بتدور أحداثه في فترة الاحتلال، كيرة والجن، ده هيبقى مين؟ كريم عبد العزيز. أنا مطرب مشهور، شاركت في أعمال فنية حققت نجاح كبير في التمثيل، كزبرة. مش مشهور أوي يعني، ماشي. كنت بطلة فيلم من أجل زيكو، وكنت أم الطفل في الفيلم، منة شلبي. تمام كده، حلينا هنا الأسئلة. ندخل على حساب كمان ونكمل الأسئلة، وده معنى كده الحساب الأخير يا جماعة. وهندخل على الفوازير. زي ما انتم شايفين كده بنكسب القطعة الكبيرة، بس بنكسب 500 ميجا. في ناس ممكن يكون حظها تكسب إن شاء الله التلفزيون أو الموبايل، أو تكسب اللي هي السماعة JBL، برضو غالية على فكرة. أنا مرة السنة اللي فاتت كنت برضو داخل في تحدي برضو في فودافون، والمفروض وصلت ان انا اكسب المفروض سماعه JBL، بس طبعا ضحكوا عليا وعملت فيهم شكوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عوضوني ب 200 جنيه. فنلعب ونشوف، واللي عايز بقى ايه يكسب ان شاء الله. ممكن ناس تكسب يعني ان شاء الله باذن الله. تمام، واللي يكسب حاجه يبقى يكتب لنا كده في التعليقات. هنا خمن الممثل، كنت بلعب حاجه هنا تانية. ابدا. الاغاني ما بعرفش في الاغاني خالص، عشان كده مش هلعب الاغاني دي خالص. اللي عايز يبقى يلعبها. خمن الفيلم، خلينا نخمن الممثل لان في 5 اسئله. ماشي، خمن الممثل اهو ماشي. في 5 اسئله، نكمل يبقى 15 ان شاء الله، ونقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد بكره ان شاء الله. انا بطلة فيلم كوميدي اسمه وش في وش، وكنت نفس الحكايه، ده محمد ممدوح. انا بطل. انا فنانة شابة واتجوزت منتج، دي ليلى زاهر. حلناها قبل كده في بداية الفيديو عشان نحله بسرعة. شاركت كضيف شرف في الجزء الثالث، ده كريم عبد العزيز. انا ممثلة كوميدية متجوزة ممثل، ودي مجموعة من افلام تيتا رهيبة، دي ايمي سمير غانم. فنانة شاركت في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، هنا الفيلم ده جميل جدا يعني. تمام كده، خلاص نطلع ونلعب اخر 5 اسئلة عشان الفيديو طول جدا عليكم. بشتغل فرد امن وعامل فيها جيمس بوند، بتولى تأمين شخصية مهمة، ده اكرم حسني كان العميل اكس.
فيلم جميل. طلقت مراتي في فيلم كان اسمي فيه كريم، وعشان ارجعها بس بستعين بصديقاتي البنات من ايام ده يا باي. مصطفى قمر، فيلم يعني ايه. قدمت شخصية علي الزيبق في فيلم مع هند صبري، ده محمد رمضان. الكنز على فكرة من احسن الافلام اللي اتفرجت عليها بصراحة. عملت فيه فيلم دور حفيد عنتر بن شداد، ده محمد هنيدي. عنتر ابن عبد شداد باين، او ابن شداد حاجه زي كده. انا ممثل كوميدي ودي اعمالي. البدله العميل صفر، ده هيبقى اكرم حسني. وان شاء الله يا جماعه نقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد يوم 7 اغسطس لو فينا عمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.